السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وسلم. طبعا حابه الاول اقول لكم ان في الصفحه دي على الفيسبوك اسمها اسرار حياتنا ساره. الصفحه دي هي خاصه بمواضيع الحمل والولاده، ولو عندكم اي سؤال ممكن تبعتولي عليها وتابعوني فيها، وما تنسوش تشجعوني فيها يا احلى واغلى اخوات، وتشجعوني زي ما بتشجعوني هنا كده بالظبط. هنزل لكم الرابط بتاع الصفحه في تعليق مثبت تحت الفيديو، ادخلوا على الصفحه وتابعوني فيها، وبالله عليكم ما تنسونيش في اللايكات الحلوه من ايديكم الحلوه يا احلى واغلى اخوات. النهارده ان شاء الله باذن ربنا هنتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما ابدا عايزاكم كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا اي حاجه فيها ذكر الله، ويلا بينا كده ونبدا الموضوع. هتلاقوا الرابط بتاع الصفحه في تعليق مثبت تحت الفيديو على طول، في التعليقات اول تعليق هتلاقوا الرابط بتاع الصفحه، ادخلوا عليه. وما تنسونيش في لايكاتكم الحلوه واشتراكاتكم الجميله. يلا بينا. النهارده انا حابه ان انا اتكلم عن علامات في منطقه المهبل بتدل على الحمل او بتعرفك ان انت حامل. العلامات دي بتعرفك على طول ان انت حامل، وبتعرفك ان تم حدوث الحمل وان تم تلقيح البويضه. هي تعتبر علامات واضحه جدا، وبتكون واضحه من بعد ايام التبويض. طيب بناء عن ناس كتير هنا في القناه قالت لي يا ساره كلمينا في الموضوع ده، وقولي لنا قولي لي اما انا مثلا نكون حامل انا هحس بايه، او هي ايه العلامات اللي هتعرفني ان انا حامل في المنطقه دي بالاخص. طبعا المنطقه دي بيحصل عليها تغيرات معينه، وبيحصل حاجات كده معينه. الحاجات دي بتكون غريبه او انت مش متعوده عليها زي كل شهر، تمام؟ فبتبداي ساعات في ناس ما بتكونش عارفه ان دي علامه حمل، وبتبدا تسال نفسها ايه التغيرات اللي بتحصل لي، ايه الاحساس اللي انا بحس بيه ده، في حاجه مش طبيعيه في الموضوع، تمام؟ وبتبقى عايزه تفسير ليه اللي بيحصل ليها ده، وبتبقى عايزه تعرف ايه سبب الحاجه دي او ليه بيحصل لها كده. نيجي بقى لاول علامه بتعرفك ان انت حامل وبتظهر عليكي في منطقه المهبل، وبتكون علامه مؤكده وبتقدري تتاكدي منها ان انت حامل وان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل معاكي. هي ان بيبدا يحصل عندك تغيرات في اللون بتاع منطقه المهبل. اللون نفسه، اللون في منطقه المهبل بيبدا ان اللون المنطقه نفسها بيتغير. طيب اللون بيتغير ازاي، او الشكل بيتغير ازاي بالنسبه للون؟ بتلاقي ان المنطقه نفسها ان فيها لون زي لون الازرق او لون مغمق زي اللون الكدمه، كأن المكان بالظبط واخد كدمه، او اللون لونه اغمق من الطبيعي. ده على طول اعرف ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل. طب ايه الدليل العلمي على كده؟ اولا المكان ده اما بيحصل فيه تلقيح للبويضه وتبدا البويضه تنغرس في جدار الرحم، بيبدا ان الرحم ينزل لتحت او يضغط على منطقه المهبل. فنتيجه الضغط ده او ان الرحم نزل لتحت وضغط على المنطقه دي، بيبدا يحصل لك عندك ان اللون بيتغير. فتلاقي ان اللون بدا يكون لونه كانه واخد كدمه او لون بنفسجي او لون مغمق شويه، بعكس الطبيعي ان هو بيكون لونه محمر شويه او اللون الطبيعي اللي انت متعوده عليه. نيجي لتاني علامه بتدل ان انت حامل، والعلامه دي بتظهر عليكي في منطقه المهبل. العلامه دي هو وجود نغزات او وجود نغز في المنطقه دي. النغز ده بيشبه شكه الدبوس، كأن بالظبط في شكه زي شكه الدبوس دي. على طول اعرفي ان دي علامه بتدل على تلقيح البويضه وان هي بتدل على حدوث الحمل. هي وجود نغز او شك بيشبه شكه الدبوس او بيشبه نغز الدبوس، بيكون في منطقه المهبل، ودي من اقوى العلامات برضو اللي بتعرفك ان تم حدوث الحمل وان تم تلقيح البويضه، وهي علامه مؤكده على تلقيح البويضه وعلامه مؤكده على حدوث الحمل ان شاء الله باذن ربنا. فاعرفي على طول ان العلامه دي بتدل على حدوث الحمل. اول ما تحسي ان في شكه او في نغزه بتشبه نغزه الدبوس او شكه زي شكه الدبوس في منطقه المهبل، اعرفي على طول ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل.
نيجي للعلامة اللي بعد كده اللي بتدل على تلقيح البويضة واللي بتدل على حدوث الحمل، هو نزول افرازات حليبية. الافرازات دي بتكون شبه الحليب بالظبط او شبه القشطة كده مجبنة، تمام، وبيكون لونها ابيض بعكس الافرازات اللي لونها اصفر. لو في افرازات لونها اصفر ده مش حمل خالص، ده بيكون فيه نسبة التهابات، فنسبة الالتهابات دي بينتج عنها افرازات بيكون لونها اصفر. لكن لو الافرازات عندك افرازات حليبيه او شبه الحليب كده او اللبن، ده على طول بيدل على تلقيح البويضه وبيدل على حدوث الحمل. هو نزول افرازات حليبيه او نزول افرازات بيكون لونها ابيض زي الحليب او اللبن او الافرازات المجبنه. طيب نيجي بقى للعلامه اللي بعد كده، هو نزول افرازات مائيه بكثره. يعني بتلاقي ان في افرازات زي الميه بتكون بتنزل عليكي بكثره لدرجه البلل او لدرجه ان انت بتحسي ان المكان ده فيه بلل عندك. وممكن يجي عليكي وقت كده تحسي كأن الدوره هتنزل عليكي وتدخلي الحمام تلاقي ان مفيش حاجه. اعرفي وقتها ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل، وان دي برضو علامه مؤكده بتدل على تلقيح البويضه وبتدل على حدوث الحمل، وهي من اقوى العلامات اللي بتعرفك ان انت حامل وان تم تلقيح البويضه عندك وان تم حدوث الحمل ان شاء الله. واقدر ابشرك وقتها ان انت هتكوني حامل ان شاء الله باذن ربنا. طيب اخر علامه معانا في المكان ده ان بتلاحظي بطء نمو الشعر. لو جيتي تمت ازاله الشعر من المكان ولقيتي ان انت متعوده ان الشعر ده بيطلع بعد اسبوع او بعد اسبوعين على حسب، ولكن جيتي في الوقت ده لقيتي ان الشعر ده ما بيطلعش بسرعه، فاعرفي ان بطء نمو الشعر ده ان عندك مفيش تبويض خلاص، مفيش هرمونات بتتغير غير هرمون الحمل. وهرمون الحمل لما بيظهر بيبطئ نمو الشعر لان ما بيبقاش فيه تبويض وما بيبقاش فيه التغيرات اللي هي الشهريه اللي بتحصل عليكي. فاعرفي ان الدوره خلاص مش قربت تيجي، فمفيش تغييرات هتحصل، فبالتالي نمو الشعر بيبطئ عندك. في اي مكان انت بتزيلي منه الشعر لقيتي ان في بطء في نمو الشعر، اعرفي ان تم تلقيح البويضه وان تم حدوث الحمل وان انت هتطلعي حامل. ودي دايما علامه بتكون علامه مؤكده ان هو ما بتلاقيش يعني بتبداي تحسي ان المكان عندك الشعر ما بيطلعش كتير او ما بيطلعش بسرعه. طبعا حبيت ان انا اوضح كل الحاجات دي في الفيديو ده، يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتوا بتحبوها يا احلى واغلى اخوات. ما تنسونيش من صالح دعائكم، لايك شير اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، الا ان نلتقي في فيديو قادم باذن رب العالمين. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله، دمتم بالف صحه سالمين عافيين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.